ازيكم عاملين ايه؟ يعني احنا رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. بنلعب المريخ يمكن اضعف فريق في البطولة مع احترامي لفريق المريخ طبعا، بس مع ذلك بنتعادل معاه وبنخسر نقطتين. فريق المريخ اللي تقريبا بيقولك تعالى هات فيها جول هات فيها جول، يعني كل الخطوط بتاعته ضعيفة سواء هجومية او خط النص او الدفاع، ومع ذلك عمل عليك جيم وكان هو الاخطر في الماتش. ماتش لو كنت جبت فيه جول في الشوط الاولاني كنت خلاص خلصت على كده وخدت 3 نقط بماتش ما اصلا. بص يعني ما ينفعش نقول عليه ماتش كرة قدم. ماتش وحش، ملعب وحش، لعيبه وحشه، كل حاجه كانت وحشه. احسن حاجه في الماتش ده حصلت انه خلص. خط دفاع المريخ ضعيف جدا وبانت اخطائه في الماتش لينا في اكتر من مركز، في اكتر من مكان في الملعب، ومع ذلك ما عرفناش نستغل الفرصه دي بسبب ان احنا معانا واحد خيال مآتة اسمه سيف الجزيري. جات له الشوط الاولاني فرصتين، هدفين محققين، الاتنين ضاعوا بكل سهوله واحنا في عرض نص فرصه. الثنائيات ضاعت منه كلها، الكرات الطويله مفيش، مش عارف يجيبها اصلا، ولا بيوزع اللعب على الاطراف، ولا عارف يستلم كره تحت ضغط، ولا عارف يعمل اي حاجه في اي حاجه، وجوده زي قلته. الحسنه الوحيده اللي من بدايه الماتش ان احنا نزلنا بنفس التشكيل بتاع ماتش سموحه، واحنا كنا ثابتين على مبدأنا ونزلنا بنفس التشكيل تقريبا، طبعا معانا محمد عواد. طب نلعب بقى زي الناس ونحاول نعمل حاجه في افريقيا ونعمل حاجه للجمهور اللي طالع روحه معانا ده؟ لا مفيش. عندنا مشكله ان الجناحين ما بيرجعوش يدافعوا معانا. شيكابالا اول 20 دقيقه كان بيرجع يدافع وبيحاول على قد ما يقدر. الناحيه التانيه احمد سيد زيزو ما جاش اصلا الماتش. احمد سيد زيزو النهارده كان بيحنكش بس. طب ايه الحل؟ هنطلع كل ماتش نقول نفس الكلام بنفس البقين ونفس كل حاجه؟ ما فيش اي حاجه بتتغير. في ماتش سموحه قلنا اهي يعني في تغيير شويه وفي امل شويه، ننزل الماتش ده مش عارفين نجيب جول. طب ليه؟ طب ليه؟ طب المدرب عمل اللي عليه الشوط الاولاني ونزل لعيبه بتاعه ماتش سموحه. طب انتوا العبوا، اعملوا اللي عليكم، ورونا ان انتوا يعني بصوا بتعملوا حاجه عشان اي حاجه. طيب اي حاجه، طب العب يا سيدي عشان يعني عشان نفسك، مش عشان اعمل عشان نفسك. انما مفيش اي حاجه. طبعا كل ده هيرجعنا للنقطه الاساسيه، وهي اننا ما عندناش فريق اصلا. طب متخيلين ان دكه الزمالك في افريقيا فيها عمر جابر وفيها السيسي وفيها رؤى وفيها مش عارفه مين، شويه لعيبه اصلا. يعني مجرد ان انت بس تسمع الاسماء كده يجيلك كرشه نفس، ما بالك بقى دول لما ينزلوا الملعب ويلعبوا؟ ايه الحل في اللي احنا فيه ده؟ يعني الاداره الله يبارك لها فضت لنا الفرقه اصلا. المفروض نعمل ايه بقى؟ اطلع بقى بره البطولات دي، ما تلعبش عشان احنا شكلنا بقى وحش قوي. ما تلعبش فعلا، ملوش لازمه تلعب ماتش تكسبه وتلعب 10 تخسرهم وتتعادل فيهم. احنا دلوقتي في افريقيا مطلوب مننا ان احنا نروح نقابل الترجي هناك في تونس ونقابل شباب بلوزداد هناك في الجزائر وتكسب. قول لي ازاي هتكسب وانت مش قادر حتى تكسب المريخ؟ مش عارف تجيب جول، بقالك ماتشين مش عارف تجيب جول، امال هتجيب جول امتى؟ اللي عايز يقول مشكله فنيه يقول، اللي عايز يقول مشكله لعيبه يقول، اللي عايز يقول مشكله اداره يقول، هي كلها مشاكل موجوده سواء فنيه او من اللعيبه او من الاداره. لكن هنرجع تاني ونقول ان المشكله الاساسيه مشكله اداره. الاداره هي السبب في كل اللي الزمالك وصله دلوقتي. الاداره هي اللي فضت الفرقه، الاداره هي اللي ما جابتش بديل، الاداره هي اللي بتحرق دمنا لحد دلوقتي بسبب رحيل لاعب اللي اسمه امام عاشور تقريبا ببلاش. طب جبت البديل؟ لا مفيش. طيب قصة بالحاج ومنسي وشبانة ايه ظروفهم؟ طيب يعني هيعملوا ايه؟ يعني هيعملوا ايه؟ هيتقيدوا ولا مش هيتقيدوا؟ هيلعبوا ولا مش هيلعبوا؟ طب احنا الماتش الجاي كمان كام يوم هنعمل ايه؟ هنلعب ازاي وهنلعب بمين؟ طب اللعيبه دي هتكمل معانا فعلا؟ هنبقى مضطرين ان احنا نستحملهم؟ طب نتفرج على الزمالك ولا ما نتفرجش ولا نعمل ايه؟ الموضوع بقى سيء، الموضوع سيء سيء لابعد الحدود. احنا فعلا احنا كجمهور احنا مش عارفين نعمل ايه. والاداره كل اللي همها، او مش الاداره بقى، مرتضى منصور تحديدا كل اللي همه يطلع بعد الماتش على قناه الزمالك يقول لك بقى ايه؟ اصل بص السحر، اصل بص مش عارف مين، اصل بص كذا، اصل في كذا، اصل اللعيبه دي كذا، اصل مش عارفه ايه كذا، اصل الحكم كذا، اصل. ويسيب المشكله الاساسيه ان هو اصلا مفضل فرقه وان مفيش فرقه اساسا. نيجي بقى لاهم نقطه، وهي ان السكواد الحالي هو اللي مكمل معانا وان احنا ما ننتظرش منه اكتر من كده. الناس اللي هي بقت بتعتبر الكوره يعني بتاثر عليها بدرجه كبيره، لا الموضوع دلوقتي ما بصدقني ما بقاش يستاهل اقسم بالله خالص. الكلام ده لما يكون في اصلا لعيبه، في منافسه، في الدنيا تمام، في استقرار، الدنيا حلوه. انما الدنيا زي الزفت، لا لعيبه بتلعب ولا اداره في دماغها ولا جهاز فني في دماغه، فانت لازم تروق. اصل انت هتعمل ايه؟ مفيش في ايدك حاجه تعملها. احنا نتابع واحنا عاملين كده، ها وبعدين اللي بعده الماتش خلص، ها اللي بعده، لحد ما يجي قضاء ربنا احنا مش هنقدر نعمل اي حاجه. زي ما قلت لكم ان السكواد ده هي امكانياته كده. لو كنت مستني حاجه من احمد فتوح، فاحمد فتوح اتقال عليه حشاش وبقاله شهرين ما بيلعبش كوره. امام عاشور واتباع بارخص سعر، طارق حامد واتشتم واتهان واتباع عادي مفيش مشكله، مش ببلاش، يا ريته اتباع، ده مش ببلاش. بن شرقي اللي قاعد يقول لك طول الانتخابات انا هجدد له اول مكسب تاني يوم على طول، يعني انا كسبت النهارده تاني يوم هجدد لبن شرقي، وبن شرقي مشي. جاب لنا صفقات، يعني فرحتي بالعشر صفقات وكلهم كسر. سامسون اصلا جوه، مره جوه السكواد ومره مش موجود اصلا. مصطفى شلبي ده على الله حكايته، ملوش دعوه بكره القدم اساسا. عمر جابر ونضاي ودونجا احنا عارفين شايفين المستويات عامل ازاي، فبلاش نتكلم عنهم ككوره ان دول مش لعيبه كوره. فانتوا مستنيين مردود من مين تاني؟ شيكابالا اللي عنده حاجه و30 سنه، كلها سنه ولا اقل من سنه كمان وبطل كوره؟ احمد سيد زيزو اللي اتنفخ من الموسم اللي فات لحد دلوقتي؟ الجزيري اللي مش عارف يبقى مهاجم اصلا؟ سيف فاروق جعفر هيعمل ايه لوحده؟
هيعمل ايه لوحده؟ بيعمل اللي عليه بس هيعمل ايه لوحده؟ المدافعين محمد طارق بدا يشد حلو شويه، طب حسام عبد المجيد بدا يركز شويه، محمد عبد الغني هي في وسطهم كده بيحاول. الكلام ده على ماتش المريخ، مش بتكلم على الماتشات اللي فاتت، بتكلم على ماتش المريخ. لو في حاجه كويسه ممكن تفرق معانا دينا بنقول عليها، حاجه زي سيف فاروق جعفر، هنا لو هيسعفنا في ماتش مش هيسعفنا في التاني. واحنا في افريقيا الموضوع ما فيهوش هزار. حوار القيد بتاع بالحاج وناصر منسي وشبانه تم ولا ما تمش لحد دلوقتي مش عارفين. احنا خسرنا اللعيبه دي يعني تقريبا طول شهر كامل اهو خسرنا اللعيبه دي. انت كده استفدت ايه؟ او انا كزمالك استفدت ايه لما خسرت 3 نقط على ارضي من شباب بلوزداد وخسرت نقطتين من المريخ؟ مش هقول ان اللعيبه دي اللي كانت هتفرق معانا قوي وكانت هتعمل، بس على الاقل هتبقى احسن من اللعيبه الموجوده. هنريح اللعيبه دي ونلعب باللعيبه دي. برضه هرجع واكد ان كل جمهور الزمالك محدش يستنى حاجه من الفريق ده بالمنظر ده. حوار الدعم ومش الدعم، انا متهيألي ان جمهور الزمالك عمل اللي عليه وزياده. اصل احنا مطلوب مننا ايه اكتر من كده؟ عملنا كل حاجه ممكن تتعمل. هنعمل ايه يا جماعه؟ اللي ما يقدرش يعني اللي يقدر قصدي ما يتابعش كوره الفتره دي ما يتابعش، ما تتابعش كوره فعلا. الموضوع سيء جدا، سيء جدا 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 يعني. يعني احنا في المركز الرابع ومهددين ان احنا ننزل الخامس والسادس عادي جدا في اي وقت. وفي افريقيا في المركز الاخير ومعانا نقطه واحده من ماتشين، ومطلوب مننا احنا بقى كزمالك ان احنا نكسب ماتشين الترجي وشباب بلوزداد. ازاي؟ ما اعرفش. احنا مش عارفين يعني، احنا لما يعني قلنا خلاص مش عارفين نوصل للجول، ده كان البدايه، ولما وصلنا مش عارفين نجيب جول. طب هنعمل ايه؟ الوضع مزري، اقسم بالله مزري. فمحدش يستنى حاجه، محدش يستنى حاجه فعلا. انا واحده من الناس، انا حاولت ان انا يعني ابعد عن الكوره وعن الاخبار الزمالك والكلام ده، بس مش قادره، مش عارفه اعمل كده. يعني انا اتمنى ان انا كنت زي ناس كتير اللي هو ابعد عن الزمالك الفتره دي طالما هيقرفني في حياتي. اصل يقرفني في حياتي ليه يعني؟ اه بحب الزمالك وكل حاجه بس مش كده. اللي بيحصل ده مش طبيعي، اللي بيحصل ده مش كوره. انا بتفرج على الزمالك عشان الكوره، وبتفرج على الزمالك عشان الزمالك دي حاجه بتفرحني وبتاع وكل حاجه، بس لما الموضوع يخرج عن اطار الكوره لا يبقى خلاص. انما اللي بيحصل ده يجيب سكر وضغط ويجيب كل الامراض. ما تنسوش بقى يعني في اخر اليوم تتفرجوا على قناه الزمالك وهو بيشتم ويسب ويلعن في اي حد ملوش علاقه باي حاجه بتحصل، وبيمجد في نفسه وان هو عمل اللي عليه وان هو الرجل الخارق وان هو بيعمل اللي ما يعمل والكلام ده كله. مفيش اي حاجه تانية تتقال. سلام.